قبل ما ابدا قصه اليوم الله يسعدكم، مثل ما انتم شايفين هذه النسبه حقت المشتركين. يعني يا جماعه الخير متخيلين تقريبا 97% يتابعون القصص مو مشتركين. بدر قحطاني هنا ستوري رقم 9. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم بدر قحطاني. كيف حالكم يا جماعه الخير؟ عساكم بخير يا رب. لا تنسوا تضغطون زر اللايك، اللي ما اشترك يشترك في جرس التنبيهات. حسابات السوشيال ميديا طلعت لكم على الشاشه او في الوصف التليفون تحت. حياكم الله، تشرف فيكم جميعا. ويا جماعه الخير ما بطول عليكم مقدمه. تقدرون في هذا ان شاء الله القصه هذه تباركون لي ل 600 مشترك، حاليا 583 تقريبا. فنقول ان شاء الله في هذه القصه نوصلها ان شاء الله. اشوف تعليقات تحت في هذه القصه، تبريكاتكم لي. وبس ما بطول عليكم مقدمه عشان ما حد يقول المقدمه طويله. ويلا ندخل في قصه اليوم. مشاهده ممتعه الجميع، مفرحات يا جماعه ومشاهده ممتعه. في 13 اكتوبر من عام 1972 هنا بدت احداث القصه. كان في رحلة من الأرغواي إلى مطار تشيلي. ليه؟ لأن كانت في هذيك السنة كان في بطولة لتشيلي، فكانوا المنتخب اللي فيه أنا ما أدري هو منتخب من، أعتقد الأرغواي، بحكم أن الإقلاع كان من الأرغواي إلى تشيلي. فاللي صار الطائرة وهي قاعدة تطير حالها حال نفسها كان قربت يعني من الجبال، فكان الضغط قوي جدا، ضغط الهواء، فصار اختلال في الطيارة. فاللي صار ايش؟ اللي صار ان الطيارة طاحت، وكان عددهم 45 وتوفيوا تقريبا 13 من اصل 45، والباقيين كانوا على الارض وحالتهم صعبة جدا. طبعا حاولوا انهم يتصلون لاحد يساعدهم كذا منا للاسف ما كان في تغطية، والمكان شيء الأسوأ يعني اللي فيه المكان اللي هم كانوا فيه كان جليد. فبعد اليوم الأول ماتوا قرابة 3 أشخاص، والباقيين بعدها بيومين يوم وعليها صاروا جديدين، تجمدوا خلاص. وباقي الأشخاص حاولوا يتحملون إلين قالوا خلاص عندنا فكرة، ما لنا لهذه الطريقة، بنحاول اننا نقوي انفسنا شوي ونرقى الجبل لعل وعسى نلقى اكل. فراحوا للجبل ورقوا ولا لقوا ولا شيء، بسبب برودة المنطقة اللي هم فيها، منطقة جليدية. فقالوا خلاص ما في حل الا هذا ولا بنموت، الا وهو ايش؟ يصير اكلين لحوم بشر. الناس اللي ماتوا ناكل جثثهم. فبدأوا يطلعون من الجليد الناس اللي ماتوا وياكلون لحومهم. طبعا بعضهم ما تقبل، فيعني فضلوا انهم يصبرون يومين كذا، صبروا ما لقوا اكل، فاضطروا انهم ياكلون برضو من لحوم الجثث. وفي 20 ديسمبر يعني بعد الحادثة اللي صارت ب67 يوم، اخيرا وهم يمشون وخلاص ذابحهم الموت وذابحهم المرض والبرد، شافوا أشخاص خيالين بالأحصنة، فراحوا لهم بسرعة وكانت في عاصفة جدا قوية. الأشخاص هذول اللي معهم أحصنة لاحظوهم وبس قالوا لهم إننا ما نقدر نكلمكم، العاصفة جدا قوية وخطر علينا وعليكم، بنجيكم بكرة يعني 21 ديسمبر. وفعلا جاء يوم 21 ديسمبر وجوهم هذول الأشخاص، والأشخاص هذول حاولوا يعني يساعدونهم. يعني انتم ايش تبون؟ هم ذابحهم الجوع والبرد، فما يقدرون يتكلمون خلاص. ما لهم ليش اللي معهم ورقة طبعا، فكتبوا فيها كل شيء كذا وذبوا عليهم. فواحد من اللي كانوا الخيل خذ هذه الورقة وقراها وقرا كل شيء وفهم. كتبوا لهم طبعا هذول الاشخاص اللي وضعهم سيء جدا، كتبوا لهم ان احنا لنا اكثر من 60 يوم هنا، وان الطياره طاحت وكل شيء كذا. خلاص اللي معهم الخيالين خلاص قالوا وضعكم تمام ان شاء الله، راح نبلغ فرق الانقاذ عشان يجون ويساعدونكم. وفعلا على طول راح بلغوهم وجو فرق الانقاذ وساعدوهم وقدروا انهم يسلمون، لكن حالتهم جدا صعبة. تتكلم عن 60 او اكثر من 60 يوم في جليد. انت متخيل هذا الشيء؟ شيء يعني مو طبيعي. وبس الى هنا نهاية القصة.
اتمنى تحطون زر اللايك، الله يسعدكم، وتنشرون قناه لاخوياكم عشان يشوفون القصص هذه الجميله من بدر قحطاني. وبس والله، اشوفكم ان شاء الله في القصه الجايه. كان معكم بدر قحطاني، في امان الله.